كتعلق من رجلها، بالاضافه الاعترافات ديالهم على بعضياتهم من حسابها الرسمي. سيدنا واحد السلام عليكم. عقدت الفنانه المغربيه سعيده شرف ندوه صحفيه واللي تسمات بندوه الحقيقه الصادمه، واللي كترد فيها على تصريحات الفنانه دنيا باطمه بخصوص ما يعرف بحساب حمزه مومبيبي. خليكم معنا نشوفوا اشنو جا في هذه الندوه من حقائق صادمه. واحد النقطه اللي هي مهمه وهي الدليل. انا غادي نوريكم الخبره اللي دارت على هاتف الفنانه. واش عرفتوا شنو لقاو عندها؟ لقاو عندها محادثه خاصه بينها وبين الحساب الاجرامي. هادشي ماشي من عندي وماشي في تليفونها ومن حسابها الرسمي. هي حمزه مومبيبي اللي هو الحساب الاجرامي. شوفوا الموضوع ديالها، هذه الصوره ديال راجلي. شوفوا الموضوع الناس. قلتي انت بانه كتواصلي مع الحساب فقط في المعايدات وكيبارك لك، ولكن كنخاطبك كأم وكامراه. علاش جبدي تصوير راجلي؟ صورة راجلي اش كدير عندك؟ هذه الخبره اللي كاينه في الملف شتوه باسم صاحب الجلاله، باسم جلاله الملك وطبقا للقانون، ماشي باسم سعيده. شوفوا الصوره ديال الزوج ديالي، كتقول لي شوف راه راجلها كيبيع الحوايج وراه ساكن مع الدراري بيت واحد. اويلي مسكينه ومالها على هاد الزويجه. قال لها انت شربتي عاد كتعاندي نعتني بالشرفه. هذا راه دليل مهم جدا. انت فنانه كبيره وعندك حساب رسمي موثق. شنو هي هاد الثقه اللي غادي تجمعك مع حساب اجرامي؟ شنو هاد الثقه؟ اذا قريب ليا، اذا كنثق فيه وكنستبيح الحياه ديال فنانه اخرى، علاش؟ خصني نعرف اشنو درتيها. ويا ريتها بقات في التليفون ديالها وديالو نفس المعلومات بنفس الصوره بنفس هادشي كامل تحط في الحساب الرسمي ديال الحساب الاجرامي. بغض النظر داكشي اللي لقاو عندك الفرقه الوطنيه، انا ماشي شغلي، ما كنهضرش على ناس اخرين وما غندافعش على واحد اخر. كل معزه كتعلق من رجلها، بالاضافه الاعترافات ديالهم على بعضياتهم اللي هما المتهمين اللي كانوا في الملف. وكيف العاده خلونا لنا ارائكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع وتابعونا على قناه ميكرو مغربي.